جزء مهم جدا في حياة أي شخص، في البيوت، في العقول، صغير شاب عجوز، كلنا بنحب الكورة. حتى لو مش بتلعب كورة أكيد عندك شغف المشجع. في مننا اللي عنده شغف الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني والدوري الألماني، حتى الدوري الفرنسي بقى ليه برضه شغف. أنا بقى شغفي وحبي في الدوري المصري. الدوري المصري يعتبر من أقوى الدوريات اللي فيها جمهور، كمان يعتبر من أقوى الفرق الجماهيرية في المنطقة. أهلي بقى، زمالك، اتحاد، بورسعيد، حتى عندنا في مصر أندية الشركات بقى لها جمهور. ومش عايز برضو أكلمك عن دوري المحترفين لأن ده بقى موضوع تاني. هو ده الفرق اللي احنا بنتكلم عليه. عايزين نحافظ على الأندية دي، محتاجين كل الأندية الجماهيرية. إنما كل اللي أقدر أقوله لك واللي هنتكلم فيه إن النادي الإسماعيلي نادي عظيم. شوف قد إيه حب شعب الإسماعيلية للنادي ده. شوف قد إيه ترحال ماتش طلائع الجيش كان عظيم. ماتش خارج المحافظة، جمهور بيسافر وهو صايم وبيفطر على الطريق، بيعدي عليهم الناس في الطريق ويقولوا الناس دي سايبة بيوتها وأهلها ازاي في رمضان وبيفطروا في الشارع؟ ايه اللي جابر الناس دي على كده؟ ما هو ما يعرفش ان ده البطل اللي الصورة مش هتكمل غير بيه. ويكمل البطل رحلته لحد ما يوصل الماتش ويهز الماتش ال90 دقيقة بصوته ويخلص مهمته ويبقى الراجل رقم واحد في الماتش ويجيب أهم 3 بونت للنادي. بالعكس، مش اهم 3 بونت للنادي بس، ده اهم بداية للمدرب الجديد بجهازه. ولو وصلت ان اهم 3 بونت للعمال والموظفين اللي موجودين في النادي، اهم 3 بونت موجودين في النادي. كله يرجع بفضل البطل اللي سافر وهو صايم وما بخلش على النادي بنقطة عرق في التشجيع. ومش بس كده، تخيل 90 دقيقة تشجيع وجمهور تعبان وتعب اعصاب ويرجع برضه بنفس الطريق عشان يتسحر في الطريق. شوف كام شخص تعطل في اليوم ده عن شغله، شوف كام شخص أثر في شغله بس كان مبسوط إن فرقته كسبانة. هو ده الشغف الكروي اللي احنا بنحبه وبنعيشه. هي دي الإسماعيلية، هي دي المحافظة اللي بتضرب المثل. قد إيه النادي في عز ظروفه اللي بيمر بيها ورا بطل عظيم بيسافر وراه في عز ظروفه. مش بس كده، تعال أكمل لك رحلة البطل اللي ما سابش فرقته وكمان رحلته مش هتخلص. ماتش عادي جدا مع بيراميدز في بطولة ودية بس المرة دي في المدينة. نفس البطل، نفس الحشد، عشان البطل يملى المدرج ويجبر لاعيبته انها تحرج بيراميدز وتتعادل معاها. ما اصل استاد الموت ليه هيبة. ومحدش يقول لي بيراميدز كانت بالفرقة التانية او مش بالاساسيين. الماتش 90 دقيقة، الماتش اداء، واحنا عندنا جمهور خلى ال90 دقيقة لصالح فرقته. هو ده البطل. هي دي الأندية الشعبية اللي بتبقى جنبها بطل اللي هو جمهورها. هو ده الفرق اللي احنا بنتكلم عليه. عايزين نحافظ على الأندية دي، محتاجين كل الأندية الجماهيرية. خد من جمهور الإسماعيلي انتماء، خد من جمهور الإسماعيلي حب فرقته.